السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم تاخد بالك كويس جدا جدا من المعلومات دي. أول حاجة، ناس كتير جدا بتهمل في موضوع الترس الأمامي أو آلة الجر بصفة عامة. إزاي؟ إن ممكن الترس الأمامي يكون متاكل ويقول لك يمشي شوية، يفضل معاه لغاية ما يجيب آخره زي ده كده، ويشد الجنزير عشان ما يفوتش من فوقه وما يسمعش الدربكة. عشان إيه؟ يقول لك لما غير آلة الجر كلها مرة واحدة. يا سيد الفاضل، أنت كده بتعمل حاجة خطيرة جدا، وهي تدمير الموتور. قال له ايه اللي دخل آلة الجر وهي بره الموتور في الموتور؟ هقول لك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع وما فيه ان انت لما تشد الجنزير على الاخر او تسيبه فيه سن التهوية، بس الترس اللي قدام فيه تفويته، فهيعمل لك حاجة اسمها دردرة او كركرة جامدة، كرة جامدة في آلة الجر. الصوت ده والخشونة دي بتعكس على عمود الجر الامامي وعلى البليه بتاعت عمود الجر الامامي وعلى التروس الداخليه، فبتعمل ونه وتاكل في التروس، ونه وتاكل في البلي، بتعمل تاكل في السن بتاع عمود الجر اللي هو عليه الترس الامامي. ليه؟ لان قعد فيه دربكه. دربكه دي يعني اهتزاز قدام وورا، امامي وخلفي، امامي وخلفي. الدربكه دي سريعه جدا وقويه جدا، انت ما تحسش بيها، لان الموتور زي ما احنا عارفين ان دوراته سريعه جدا، يعني بتصل على الار بي ام الواحد ونص، يعني الصلنسيه 1500 دوره في الدقيقه، فسريعه جدا جدا جدا. الموتور انت ما تحسش بيه، وفي الاخر ترجع تقول قطع الغيار او الموتور بيبوظ بسرعه او العمره بتتاكل بسرعه او كل شويه يحل الموتور فوق وتحت. مين السبب؟ حضرتك السبب في المساله دي. ليه؟ عشان بتهمل في اشياء بسيطه بتكبر بعد كده. ايه الحل؟ ايه خلاصه الموضوع؟ برضو بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، الترس الامامي مش هيكلفك 50 جنيه، تمام؟ ولكن هيوفر عليك كتير جدا بعد كده. باظ شيل ورميه. وما ننساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.